بشار باع الجيش السوري لتل أبيب وثمنه كان بخسا للغاية. صحيفة تركية تكشف تفاصيل صفقة مشبوهة بين الأسد وإسرائيل استلم فيها الجيش الإسرائيلي خريطة مكنته من تدمير أسلحة الجيش السوري. فما تفاصيل هذه الصفقة وما هو الثمن؟ في 17 من ديسمبر الحالي نشرت صحيفة حرية التركية تفاصيل صفقة بيع الجيش السوري لإسرائيل، إذ قالت الصحيفة إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد حدد للإسرائيليين مواقع ومستودعات الأسلحة وأنظمة الصواريخ مقابل طلب بسيط للغاية: اسمحوا لي بالهروب من سوريا برفقة ولدي، وستكون جميع مقدرات الجيش السوري في مرمى نيرانكم. هي الصفقة التي أعجبت تل أبيب ووافقت عليها فوراً، وبناء على هذه الموافقة سلم الأسد الجيش الإسرائيلي أسراراً عسكرية وتفاصيل واسعة عن أصول عالية القيمة في البلاد. وبعد استلام هذه الأسرار أعطت إسرائيل الأسد ضماناً بعدم تعرض طائرته الرئاسية لأي تهديد أثناء توجهها إلى روسيا، بحسب ما نشرته الصحيفة التركية. وبحسب الصحيفة فبعد سويعات من هروب الأسد بدأت إسرائيل حملة قصف مكثفة على سوريا، ووجهت ضربات دقيقة لمئات الأهداف العسكرية السورية، إذ شن سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 300 غارة جوية على أهداف تمتد من دمشق إلى طرطوس، بحسب ما قالته إذاعة الجيش الإسرائيلي. خلال هذه الهجمات تمكن الجيش الإسرائيلي من تدمير نحو 80% من القدرات العسكرية للجيش السوري. كما استطاعت القوات الإسرائيلية التوغل في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة في الجولان السوري، بل وبدأت في تنفيذ عمليات اعتقال بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية. وفي 15 من ديسمبر الحالي أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن موافقتها على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع الاستيطان في الجولان، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء. فهل من رادع لهذه القوات التي تعربد داخل سوريا دون محاسب؟